ازيكم يا شباب، عاملين ايه النهارده؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد واخبار جديده. انا محمد كمال ودي قناتي ويلا بينا. النهارده هنتكلم على نقطتين: الزمالك يخسر من النصر الليبي في وداعية خالد حسين، وقرار مهم من كولر بخصوص اشرف داري. الزمالك يخسر من النصر الليبي 2-1 في وداعية خالد حسين. مباراة ودية، مباراة الزمالك استفاد منها في فكرة اللي هو المقابل المادي. الزمالك حصل على 300 ألف دولار في هذه المباراة. الزمالك ولاعيبته البدلاء هم اللي بدأوا المباراة النهاردة عشان نكشف كل واحد. يعني أنا هتكلم عن كل واحد أقول لك إيجاباته وسلبياته، بس للأسف اللي أنا أقدر أقوله إن الزمالك ما عندوش تكة بدلاء كويسة. مفيش يعني بدلاء درجة، مش هقول يعني درجة تانية، بس هي من أندية نص الجدول آخر الجدول وهكذا. تمام، فهي دي الفكرة. يعني الزمالك ما عندوش بدلة ولازم يلعب على الحتة دي، إن هو يجيب 9 أو 10 لعيبة يعني يكونوا أحسن من كده. يعني عندك محمد صبحي في الحراسة عنده كذا خطأ بيتقدم كتير بيطلع غلط. الوعي الدفاعي أو وعي الحارس عنده قليل، للأسف يعني ما ينفعش يكمل في الزمالك بصراحة. يعني بالمستوى ده هو صد كذا كورة بعدها، بس بعد ايه ما انت اخطأت في كذا كورة باظت الماتش يعتبر. تمام، الشناوي لسه صغير ما اقدرش ان انا احكم عليه. كوستا والرفاعي، بص اقول لك حاجة، الاتنين كورتهم حلوة قوي على الارض تمام، لكن لسه الدفاع عندهم يعني مش متظبط، لسه صغيرين، بيتسرقوا بسرعة، بتتلعب الكورة في ظهرهم كتير. فدي من الحاجات اللي كانت مؤثرة قوي في الماتش، ان انت الدفاع بتاعك كان مفتوح جدا. تمام، مش سبب مش عليهم بس، السبب برضو على احمد محمود. احمد محمود ده كباك هجومي جامد جدا، لكن دفاع مفيش. هو على طول طاير، عارف انت الباكات اللي بتطير، هو على طول طاير. تمام، لكن عمر جابر مثلا متوازن بيهاجم ويدافع، لا ده طاير على طول وبيرجع انت ورزقك، فاهم؟ فدي برضو من المشاكل. فانت احمد محمود كباك هجومي كويس، لكن لازم يلعب على الحته الدفاعيه بتاعته لانها ضعيف. اما رفاعي وكوستا كويسين الى حد ما، لكن ناقصهم بعض الميول الدفاعية أو بعض الشراسة في الدفاع زي ما بيقولوا. الباك ليفت محمد عاطف، مظلوم محمد عاطف. ما اقدرش ان انا اقيمه في خانة الباك ليفت. انا شفته كورته جميلة جدا، لعيب كورته يعني نفسي ان هو يلعب مكانه اللي هو الناحية الشمال. والله انا شايف ان محمد عاطف من اللعيبة اللي هي تستحق فرصة وتستحق ان هي تكمل في الزمالك. فمحمد عاطف ده انا شايفه كويس، انا شايفه كويس جدا كمان، وكورته كويسه قوي. تمام، فهو مظلوم في الحته اللي هو بيلعبها اللي هي الباك ليفت. تمام، ده بالنسبه للجزء ده. عندك بقى في نص الملعب زياد كمال مش هيكمل في الزمالك، كارثه كارثه. انا مطلع عليه اسم كارثه، ده ما ينفعش يلعب. تمام، عندك جنبه كان سيف جعفر، موهوب موهوب موهوب، وده اللي ممكن يعوض عبد الله السعيد مع الوقت. فاكرين فكره فرجاني ساسي وامام عاشور؟ هي فكره عبد الله السعيد وسيف جعفر. سيف جعفر ممكن مع التطور بتاعه يبقى عبد الله السعيد جديد ان شاء الله في الحته بتاعت ثواني عشان محدش يفهمني غلط، مش 10 8. تمام، يعوض عبد الله السعيد في حته 8. ده بالنسبه لنص ملعب شيكا، لا نقاش عليه، اسطوره. كونر مشلاك لسه طول ما هو بيلعب في الجبهه الشمال دي انا مش هقتنع بيه. لعبه في اليمين عشان اقدر احكم عليه، عشان دي مش جابته. والفيرود حسام اشرف لسه محتاج وقت، بحس ان هو خفيف على الكوره، يعني حاسس ان هو كده تحسه مش مكانه. عنده شويه مهارات حلوه بس ما عندوش شراسه هجوميه، يعني مش اللي هو اللعيب اللي يحتك او اللي يلتحم، دي مش عنده. تمام، فانا لسه على رايي ان ناصر منسي هو فيرود الزمالك الاساسي لحد دلوقتي. ماتش استفاد منه الزمالك وعرف ايه اللي ناقصه وايه الخبايا يعني. واحمد مجدي برضه من الكوارث الموجوده في الدفاع، كذا كارثه يعني. لكن كوستا ممكن يجي منه مع الوقت، ونفس الكلام رفاعي مع الوقت. بس هو ده الزمالك، البودلة بتاعته ضعاف اغلبهم، لا يستحقوا ان هم يكونوا موجودين في الزمالك. في بعض اللعيبه اللي هم ممكن يتطوروا مع الوقت زي عاطف وسيف جعفر ورفاعي وكوستا. احمد محمود لازم يطور الحته الدفاعيه لو عايز يكمل في الزمالك. هو في الحته الهجوميه قلت كويس، لكن في الدفاع لا. ده بالنسبه للجزئيه الاولى. الزمالك بيقدر ايه؟ الزمالك خسر 2-1. وداعية خالد حسين نتمنى له ايه؟ مستقبل جيد ومشرق بإذن الله في الفترة القادمة. ده فيما يخص نادي الزمالك ولاعيبته والبدلاء اللي شاركوا النهاردة. ده بالنسبة للموضوع الأول. الموضوع الثاني وكولر. كولر بيأخذ قرار في مصير
اشرف داري. بص يا صاحبي، كولر ابلغ محمد رمضان اللي هو المدير الرياضي للنادي الاهلي حاليا، قال له بص انا ما عنديش مشكله ان انا اصبر عليه واستنى لحد ما الاصابه اللي عنده تنتهي يعني وينزل الملعب، ولكن لو تكررت هذه الاصابات لاشرف داري، بتكلم على اشرف داري، لو الاصابه عنده اتكررت تاني انا ما عنديش مشكله ان هو يتم رحيله ويتم الاستغناء عنه في يناير. ده نقطه. ده بالنسبه لاشرف داري. يبقى كولر قال لك لو اصابه اشرف داري دي اتكررت تاني فانا خلاص كده اللاعب ده انا مش عايزه وهستغنى عنه. امال هيلعب امتى وكل شويه يتصاب؟ فدي برضو المشكله. قناه الاهلي زي ما انا فهمتك قبل كده، حوار اللي هو ان هي قالت ان اللاعب ما عندوش اصابات مثبته. فده اللي احنا هنشوفه الفتره الجايه، هل في تجدد للاصابه ام خلاص هيرجع للملاعب ويشارك مع الاهلي. ده اللي احنا هنشوفه. لكن كولر قال لك لو تكررت الإصابة مرة أخرى أشرف داري مش هيبقى معايا، سيتم الاستغناء عنه. بالنسبة بقى للنقطة التانية، نقطة برضو يوسف أيمن، قال لك كولر مهم جدا يكون عندي مدافع في يناير. طب ليه كولر عايز مدافع في يناير رغم إن هو عنده في المركز ده مدافعين كتير؟ قال لك يا باشا انا يوسف ايمن مش مقتنع بيه، فانا محتاج مدافع في يناير في ظل كمان كثرة اصابات اشرف داري. تمام. فهو كولر عايز كمان مدافع في يناير بسبب عدم اقتناعه بيوسف ايمن، وانا قلت لك الكلام ده، قلت لك ان هو مش مقتنع بيوسف ايمن. تمام، عشان تبقى انت ايه معايا في الصورة. تمام. يبقى دي تاني نقطة احنا اتكلمنا فيها، ان كولر قال لك لو اتجددت اصابات اشرف داري تاني بعد تعافيه من الاصابة انا مش عايزه وهستغنى عنه مفيش مشكلة. وكولر عايز مدافع في يناير بسبب عدم اقتناعه بيوسف ايمن. ده بالنسبه للنقطه التانية والموضوع التاني يا صديقي. بكده يا صديقي الفيديو خلص معانا النهارده. والله خلص. الفيديو ما بيقعدش كتير ما بيطولش، وان شاء الله يكون عجبك. اتمنى شير ولايك واعجاب بالقناه، والسلام عليكم.